السلام عليكم أحبتي أصدقائي متابعين مطبخ وأفكار سلامة، شلونكم عيني؟ يا رب بصحة وسلامة. اليوم حابة أسوي لكم رولات بالبطاطا وصدر الدجاج، يعني شوي وأكل صحي زين. عندي هنا ربع كيلو من صدر الدجاج مثروم، ثرمته هيك مربعات شوفوا، وغسلته ونقعته بشوية خل أبيض. الخل أبيض وملح شوية على مود يقضي على الزفرة. عندي هنا حبة من البصل، حبة من الشجر، حبة من الطماطة، باقة معدنوس، قليل من الجبن، أي جبن يفضل جبن موزاريلا، وحبة من الجزر، خاشوقة معجون. البهارات اللي أحتاجها زنجبيل، ثوم، نمو بصرة، ملح، فلفل أسود وكزبرة. هنا نش عندي حبايتين من البطاطا المبروشة وغسلتها وعصرتها حتى أوخر المي، شوفوا ماكو مي بيها زين. وراح أضيف لها هسه ياسمين تساعدني، راح أضيف لها نمو بصرة ومطحون، طبعا تردون ثم قام يفيد نمو بصرة مطحون وفلفل أسود وملح. ضيفيها هنا يلا. ايه كل عافية. زين، ونضيف المعدنوس، كل المعدنوس ضيفيه. ونضيف هذا الجبن، اي جبن ويفضل جبن موزاريلا بيدك. هسه نخلطهن خلط جيد، خلطيهن. اليوم المطبخ برعاية ياسمين. اي خلطين كلهن خلط زين، كلها جبن بيها ومعدنوس، كلها البهارات كلها خلطيها خلط زين. اي عافية. هسه تمام. حتى كلها تتساوي. هسه وهاي عندي هنا صينية، وخري هاي صينية بها ورق زبدة مدهونة، وورقة زبدة مدهونة على مود حتى لا تلزق بها. راح أفرش البوتيتا هنا، هي جيبيها يلا فرشيها. بسم الله الرحمن الرحيم. مش هيجي. يلا فرشيها فرش زين. حتى ما نطول عليكم راح نفرشها وندخلها بالفرن أول مرة جوه وفوق وجوه، يعني لمدة 20 دقيقة 25 دقيقة حسب نوع طباخكم، وتابعوني. هسه هاي فرشتها ياسمين الصينية وسويناها رقيقة، لازم تكون رقيقة مو ثخينة ومعجنة وطصات وعكر بيها زين. هسه بين ما يستوي البوتيتا صينية البطاطا راح احمز هاي الخضروات بزيت زيتون، تردون بزبدة. طبعا بالنسبة للخضورات شو تخلون خلوا فلفل اذا عندكم فلفل حار، فلفل بارد، حتى شطة يصير. اول شي راح احمس الجزر والبصل، بعدين الشجر والطماطة، واضيف لها المعجون، وقبل المعجون اضيف الدجاج. هسه حمست الجزر والبصل وراح اضيف الشجر، لان الشجر بتاع يستوي زين. وراح اضيف البهارات، ملح. الدجاج يحب الزنجبيل والثوم والفلفل الاسود. هسه هاي وراح اضيف الدجاج، واضيف الطماطم اخر شيء، بعدين اضيف المعجون. بس احمسهم ويتبلن مع بعضهم، تتجانس المواد مع بعضها. ابقى احرك بالمواد. شلون سبحان الله، شلون خلطة ربانية. طبعا الفلفل الاخضر ما عندي معوجة.
هسه ضفت المعجون، هم راح مسوياهن. هاي الدجاج نزل مية والخضروات نزلت مية، شوفوا مي، ومع ذلك هم راح اضيف لها مي حتى الدجاج يستوي، الجزر يستوي، الشجر يستوي. هسه احنا اول مرة حمسناهن، راح اضيف لهن مي، شوية مي. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني حوالي ربع قلاص مي، واتركهم فد 20 دقيقة 25 دقيقة، شوف حسب نوع طباخكم، اريد تكون تتجانس وتذوقوها. خاف محتاجة ملح، محتاجة نمو بصرة، ممكن تخلوا لها تمر هند، كلش طيبة بالتمر هند. راح اقبقها واتركها. طبعا ضقتها، شفتها شوية معوزة ملح، وراح اخلي لها دبس الرمان. دبس الرمان يعطيها فد نكهة، يعطيها فد طعم، وهذا شيء اختياري. الا تنشف كلش يلا اطفي الطباخ، لان ما يصير اخليه على البوتيتة وهي بيها مي، لازم الحشوة مالتنا تكون ناشفة. زين، اللهم زيد وبارك، بسم الله وبالله، اللهم زيد وبارك. هسه صينية البوتيتا استوت، شوفوا هيك موخرها هاي من هنا، وراح اخلي هاي الحشوة وخليتها جوا مصفي. ليش؟ على مود ينزل المي، ما اريد يعني بها مي هواية تخرب الشغلة. زين، هسه هذا هنا افرشه. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم زيد وبارك. طبعا أكلة جدا لذيذة، جدا صحية، جدا نباتية. هسه ست مروة تخرب ضحك، تقول كيف على هاي السوالفش من تقولين جدا نباتية جدا صحية. هسه خليني أعدلها وألفها لورا رولة وتابعوني. هسه لفيتها رولة، شوفوا رولة كبيرة، وخليت لها جبن موزاريلا اللي فوق. هذا جبن يعني الطعم يعطي ذوق، وبديل عن الزيوت، ومادة يعني بروتينية هم مفيدة. راح ارجعها دقيقتين، شوف ايش قد، بس على مود يذوب الجبن ونقطعها. انتهى طبقنا لهذا اليوم رولة من البطاطا محشية بالدجاج والخضروات. هسه تبرد واقطعها ان شاء الله قطع رولات تصير، يعني تصير. وهذا الصوص اللي ستوت به الخضروات وصفيته، طبعا فالصوص يخبل. انا راح اعوف الدجاج واتشلب بالصوص. اذا عجبتكم افكاري وعجبتكم طبخاتي فعلوا الجرس واشتركوا وياي حتى يصلكم كل جديد. شكرا والى اللقاء.